حبيبتي والله والله يا حبيبتي وحشتيني قوي يا مرات ابني يا غاليه، عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ تعالي تعالي الجميل ده. اقعدي. تسلمي. معلش بقى الشقه مكركبه بقى ولا يهمك يا حبيبتي. حبيبتي يا مرات ابني، عامله ايه؟ وحشاني وحشاني وحشاني. الحمد لله والله يا روح قلبي. هروح بقى اعمل لك حاجه ساقعه تشربيها. ماشي يا روحي. غريبة مال البت دي؟ ده عمرها ما عملتني بالحنية والطيبة دي كلها. ربنا يهديك يا مرات ابني. ايه ده؟ اما عامله ايه؟ وحشتيني والله العظيم يا انت كمان اما. وحشتني قوي يا ما ضناي. بتجيش يا اما، انا زعلان منك والله. ما بتجيش ليه؟ الحقني يا علي، الدهب اتسرق. الدهب مش موجود في الاوضه اللي انت جايبهولي، كل الدهب اتاخد. دهب؟ انت عبيطه يا بنت؟ هو انت بتطلعي من البيت عشان تقولي الدهب راح؟ انا بقول لك الدهب اللي انت شراه لي امبارح مفيش اي حاجه منه خالص. حول ولا قوة الا بالله. دهب ايه اللي راح يا بنتي؟ دوري عليه كويس، هتلاقيه هنا ولا هنا، هيروح فين يعني؟ حبيبي بقول لك ايه، تعالى كده بقول لك حاجه. قولي. بصراحه كده انا خايفه تكون امك هي اللي اخدته. انت اتجننتي ولا ايه؟ خدي بالك من كلامك. انا مش بتبلى عليها، بس انا بقول لك ممكن يعني تكون مزنوقه في حاجه فاخدتهم يعني وقعدها الارض. وهي يوم لما تزني هتمد ايدها على دهبك ليه يا حلوه؟ يا اخي هما بيتودودوا عليه. ما تدوري يا بنت على الدهب كويس، تلاقيه بتقول هنا ولا هنا. في ايه يا شمس؟ بصراحه يا علي انا مش عايزه اقول لك، انا شفت امك وهي بتتسحب جوه الاوضه وبتشوف الذهب اللي في العلبه وبعد كده ثواني ياما كده اخش ادور اشوفه لها. براحتك يا ضنايا، ربنا يعطركوا فيها قادر يا كريم. والله يا علي زي ما بقول لك كده. انت جننتي؟ طب اقول لك على حاجه، اطلع افتح شنطتها وشوف الذهب في شنطتها، لو ما لقيتهوش ليك حق انك تذبحني. بس انا قسما بالله كلامك ده كبير، ولو طلع الكلام ده مش مظبوط هكسر عظمك في لحمك، هطلقك فيها ضمي. عارفه يعني امي؟ والله انا عارفه، انا مش بتبلى عليها ولا بقول لك ان هي سرقت او ان هي اخذت، يعني ممكن. ايه دي؟ بقول لك ايه ياما؟ قولي يا حبيبي. وريك كده الشنطه بتاعتك دي ياما كده ثانيه. خد يا حبيبي. فيها ايه؟ والله العظيم انا ما عارف ايه اللي انا بعمله ده. طب إيه فيها حاجه الشنطه يا ابني؟ مفيش ياما، بس لحسن يكون عيل. عين. ايه ده؟ طب مال وشك اتغير كده ليه؟ ايه ده ياما؟ ايه ده؟ انا ما اعرفش الحاجات دي. ايه انت يا حاجه بتسرقيني؟ اسكتي. انا اعمل كده؟ انت اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ يلا انا مطلع الدهب من شنطتك. والله ما اعرف، والله ما اعرف داخل شنطتي ازاي. ليه عملت كده؟ انا يا ابني جيت من بره قعدت هنا ما اتنقلتش. انا بديك كل حاجه، بسيبك تخش الشقه اللي تعمل اللي انت عايزاه. تسرقني؟ جاري. انت بتقولي ايه؟ انت مصدقها؟ ياما ده ياما. تسرقني يعني؟ طب برري لي الدهب مطلع من شنطتك. ابرر ايه؟ ليه؟ هو انا قصرت معاكي في حاجه؟ ده انا بجيب لك كل اللي انت عايزاه، ده انا عامل لك شهريه. والله ما خدت ولا دخلت اوضتها، ده انا مكاني، والله ما قمت من مكاني. ليه كده يا أم؟ والله ما خدت. انت تصدق في امك كده؟ تصدق ان انا اسرق؟ ما هو ايه؟ ما هو انا مطلع من شنطتك اهو. انت بتعمل كده مع امك؟ عايزه ايه تاني؟ عايزه اكتر ما مطلع من شنطتك. انت اتجننت؟ قالوا لك حرام يحلف، قالوا جالك الفرج. انا مش حراميه واخرس. انت يا حبيبتي كده تخلي شكلي كده ازيك؟ قدام مراتي. اللي انا عملته وانا من امتى بديت ايدي على حاجه حد؟ ويوم ما بنت مدها عليا. ما انا مستغرب ايه اللي جاب الدهب في شنطتك. والله ما اعرف، والله ما اعرف، والله ما اعرف. والله ما دخلت اوضتها. طاروا راحوا لازقين في قلب الشنطه صح؟ انت تصدق عن كده عن امك؟ امك اللي جايباك على الدنيا ومربياك ومخلياك كده، تصدق ان انا اعمل كده؟ استغفر الله العظيم. ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ازاي؟ ليه كده يا خلاصي. ابني؟ ليه تحط كده؟ تنطقي بحاجه زي كده؟ عليك يا حبيبتي اخرسي، والله ما خدت بس. حاجه، والله ما خدت حاجه. علي خلاص انا ما عادش اشوف وشها هنا تاني، طلعها بره البيت. امشي يا ابني. امشي امشي امشي، انت لسه هتتكلمي. امشي يلا طلعها بره البيت. امشي. امشي. حرام عليك، حرام عليك، انت عمرك ما بتاكل قلبي بالمنظر ده. حرام. يا نهار اسود. انا حراميه؟ انا في سرقه؟ ليه ياما؟ ليه؟ ليه كده؟ خلاص بقى يعني مش مشكله، المهم ان احنا جبناهم ويلا اهو انت عرفتها على حقيقتها. يلا بقى مش مشكله. دم طول عمرها طيبه وكويسه، ده عمرها ده بتصلي. ازاي؟ طب هي يمكن واقعه في ظرف ولا حاجه، بس برضه ده ياما ده ربتنا، ابونا مات وسابنا صغيرين، كان بيتباع عبايات عشان تربينا، عمرها ما مدت ايدها على حاجه. مش فاهم المره دي. ما خلاص بقى يا علي مش مشكله، حصل خير يا حبيبي، المهم ان حاجتنا رجعت معانا يعني. يلا قوم انت بقى شوف هتعمل ايه وانا هعمل لك حاجه تاكلها. اكل؟
وملي نفسي للاكل. يا فضحتي يا فضحتي. خلاص يا علي بقى، الله ما حصلش حاجه. وبعدين يعني ان مراتك يعني مش ضرتها، في ايه مالك؟ هو حد من اهلك يعرف الموضوع ده؟ لا يا معي، انت بتضحكي ليه؟ بس انت صعبان عليا حبيبي. ده انا سترك وغطاك، ده انا مراتك اكيد، يعني مستحيل اقول لاهلي حاجه زي كده. وبعدين خلاص يا حبيبي، مش مشكله، حصل خير. انا قايم يا شمس، قايم اريح شويه. ربنا يخليك يا رب، اللي مش هتعرفي حد ده برضه كان عشمي. ربنا يخليك انت كمان ليا يا عمري. انت لسه شفت حاجه؟ انت جاي تقيل. ايوه مين فين؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ العيني يا بنتي، العيني يا ضنايا. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ابني بيسرقني، ابني اتهمني ان انا خدت دهب مراتي يا بنتي. علي بيسرقك يا ماما؟ اه بيسرقك ازاي علي؟ طب تعالي يا ماما. دخلت يا اختي. طب والله لك اصبري يا استني ماما. توقعيني يا بنتي، مش قادره، انا دايخه ياما. معلش. طب يا حبيبتي في ايه اللي حصل؟ ممكن بالهداوه كده تحكي لي؟ مش قادره اتكلم، مش قادره اخد نفسي. ابني يطردني من بيته، يتهمني ان انا دخلت وسرقت دهب مراته. ده ابني اللي انا ربيته وشقيته وتعبت واتمرمطت عليه عشان اخليه الشاب ماله من العين. في الاخر يهني ويطردني ويسرقني. يا حبيبتي حقك عليا والله العظيم، انا هروح له وهخليه ما يسواش اي حاجه، لا هو ولا مراته. يا ماما حقك عليا. يا ريت كان ربنا خدني قبل ما اشوف اليوم ده، وقبل ما اشوف ان هو ابني بيطردني من قلب شقته. يا رب خدني يا رب. بس يا ماما ايه اللي حصل بالظبط؟ انا يا بنتي رحت خبطت عليهم، مراته خدتني بحضن، حضن جامد قوي. حتى انا استغربت منها ومن طريقتها وحنيتها. مفيش 10 دقايق ولقيتها خارجه بتصوت وبتقول لابني الدهب اتسرق، وابني جاي يفتش شنطتي لقى الدهب فيه. انا مش عارفه ازاي دخل شنطتي. ده انا ما اتنقلتش من مكاني، والله ما اتنقلت. فهمت انا كده يا ماما. اصل الافعى قبل ما بتلدغ لازم تحضن الاول. قصدك ايه؟ خليها بقى انا عليا الحته دي، انا هجيب لك حقك تالت ومتالت. قصدك هي بتحضني؟ حطيت هي لك اللي حطت الدهب؟ اصل انا عارفه شمس يا ماما، كذا مره قلت لكم ولاد الشوارع اللي ما عندهمش اصل، والله ولاد الشوارع بيتظلموا، لكن الناس اللي هي عديمه الاصل والتربيه بيبقوا اوحش كتير من اولاد الشوارع. ليه توقع بيني وبين ابني؟ عايزه تفرق بيني وبين ابني ليه؟ عايزه تكوش على كل حاجه لوحدها يا عمي. هي ضامنه ان هي تعيش بكره ولا بعده؟ ما الواحد بيمشي يا بنتي، مش ضامن اللي كان هيروح ولا ما يروحش. مفكره ان اللي مغسل ضامن الجنه، وانا هدخلها الجنه باذن. تعالي يا حبيبتي استريحي، وانا والله العظيم انا اديلك حاجه. يا تربيتي، يا كسوة وسط يا ابني. مين؟ افتحي كده، انت لسه هتقولي مين؟ احمدي ربنا ان انا مش جايه ازفكي من تحت البيت. ايه اللي عملتيه مع امي ده يا شمس؟ وايه الحاجات اللي اتحطت في شنطتها؟ اصلا يا حبيبتي مش تلميذه ولا طيبه زي ماما، انا فاهمه كل حاجه. ايه يا بنت الدخله اللي انت داخله عليا بيها دي؟ بيت فاكره يعني الشويتين اللي انت بتعمليهم دول هيجوا معايا، او لا مؤاخذه يعني كده هتخشخش كده واخاف؟ لا يا ماما، تاخدي نفسك وتمشي بدل ما اعمل فيك اللي عملته في امك وزياده. وانت بقى ما تعرفيش شمس لما بتتعصب، لا ده بتقتل. لا يا شمس، لو انت ما تعرفيش، اصل انا مش زي ماما ولا هبله زي علي اللي عديم الشخصيه. انا يا حبيبتي بعرف كويس اتعامل مع الكويس، طب وبعرف احترمي نفسك اتعامل مع اولاد كويس. الشوارع يا طب ماما. احترمي نفسك كويس. وعلي اللي انت بتتكلم عليه ده جوزي، ده اخويا اللي بينك وبينه ورقه، لكن اللي بيني وبينه دم. بينك وبينه دم؟ يا علي طب يلا بقى عشان انا ما اجيبش انا يا علي. وبعدين امك سرقتني، ليكي عين بقى تيجي تهللي كده امك حراميه؟ يا حرام، ده انت المفروض تستعاري منها، او الاحسن تتبري منها وتشوفي لك ام تانية. وهو بقى يا حبيبتي الحاجات دي انت جايه بيها من بيت اهلك ولا اخويا الدكر هو اللي جايبهم لك؟ طب على علشان حتفتك، تسرقي امه. على حتفتك لحاجتي دي صدقيني هندمك عليها وانا الباقي في وشي. تصدقي اخو، اصل انت لو ليكي راجل يحكمك ما كنتيش عملتي كده. يا علي بيه، يا علي بيه، في ايه صوتك عالي ليه؟ الاستاذه المحترمه جايه تتهجم عليا في بيتي وبترفع صوتها وتقول يانا محترمه غصب عنك يا شمس. بتتكلمي معايا كده ليه؟ هي اللي بتتكلم معايا كده ليه؟ ده هي الغلطانه. طب غوري خش جوه يلا. تقول عليك زفت وهبه. مالكيش فيه يا اختي، خش خلي جوه. بالك بقى انا نبهتك. نبهتك؟ في ايه يا منى؟ هو انت ازاي تقبل اللي حصل دوت، وازاي تطرد امك، وازاي تفتش امك، وازاي تقبل باللي العقرب مراتك عملته ده؟ بص يا منى،
انا فتحت شنطه امك لقيت فيها الدهب. حط نفسك مكاني. قلت لها ياما انا مش حارمك من حاجه، ومراتي بقى يرضيكي تعمل كده قدام مراتي؟ تروح تقول لاهلها ايه؟ وانت بقى المفروض يا محترم تصدق مراتك وتكذب امك. حط نفسك مكاني. حطيت نفسي مكانك، بس يا ريتني كنت مكانك يا علي علشان اعرف احكمها صح. بص يا بنت، علشان اعرف احكم مراتي واعرف استر امي. ده انا لو امي عملت كده يا بني ادم، ده لو هستر عليها، هاخدها بيني وبينها، مش هفضحها، مش هطردها. لكن للاسف امي كبرت واحد وعملته راجل وصاحب بيت هو ما يستاهلش. اسمعني، انا فكرت في اللي بتقول عليه ده وندمت وعرفت ازاي انا المفروض ما كنتش حتى اعمل كده حاجه لو امي حتى فعلا سرقت. بس انا مش عارف الشيطان خلاني اعمل كده ازاي. بس الموضوع كان جه غفله كده وانا اتصدمت، ما كنتش متوقع اللي حصل منها. طبعا ما علشان معاك قفا قبل ما بتلدغ ما تظلميش حد بقى مني. وهي حضنت ربنا هو اللي حضنت امك الحضن وحطت لها الدهب في الشنطه من هنا يا علي. بتقولي لي حضن ايه زي ما بقول لك، اصل مراتك الحنينه بالزياده اول ما شافت امك على باب الشقه خدتها في حضنها وضمتها جامد لاول مره كانها بتودعها. انا يعني مراتي حضنت امي قوي، ده عمرها ما حضنتها ولا حبيتها كده. ربك بقى، اصل ربك يعني لطيف بعباده. بس استني، طب امك ما قالتليش الكلام ده ليه؟ هو انت اديتها فرصه؟ انا امك جايه لي منهاره. روحي انت دلوقتي، روحي، ولو كلامك ده صح قسم على عظم ما هيخليها تسود نفس ام نسوان. لا انا مفيش لو في كلامي، انا كلامي صح. طب اطلع حبيبتي. معقول يبقى كلامها صح وتطلع مرتي هي اللي عامله كده؟ تعالي يا اما. تعالي يا اما. تعالي يا اما. انت ايه اللي خليك جايب امك الحراميه هنا؟ لو الحرامي فهيبقى انت، عشان انت واحده ناقصه وما عندكيش كرامه. اوعى تكوني فاكره ان انا ما عرفتش الحقيقه. لا، ده انا عرفت الحقيقه، وعرفت ان انت حضنت امتي وحطيت الدهب في الشنطه وانت بتطلعيها. بس عارفه انا ما توقعتش ان انت بالزباله دي. انا قلت انت ممكن تكوني سخنتيني على امي شويه، لكن انت عمرك ما حبيت امي. ازاي خدتها بالحضن على البيت؟ ازاي حضنتها يا حبيبتي واجيب لك عصير؟ ده عمرها ما حصلت. اشمعنى المره دي؟ وامي هتخش الاوضه ازاي وعلبه الذهب اللي انت ناسياه بقى مقفوله بقفل؟ ركزي بقى كده في الكلام وهاتيه. ما انا قعدت ابحث لما عرفت الحقيقه. مش ده الذهب اللي انا جايبهولك؟ هو ده؟ وبحثت. خدي يلا البسي حلال عليك. مش غريبه يعني ان هي تاخدهم. ما هي طول عمرها بتاخد منك فلوس. لا ده اللي جاي ملوش زي يعني لا مؤاخذه ست جعانه. ده لا مؤاخذه طب أنا دي معلش. انضف منك ومن معرفه اهلك كله. معلش يا ضنايا. الخير اللي انت فيه ده يا معفنه، ده فلوسها هي اللي عملتني. طب انا عايزه اقول لها بس كلمتين يا ضنايا. قولي بصي لي كده. اديها. بقول لك بص هنا، عايزه ايه؟ مش ابني ده ضربني بالقلم وطردني ليه؟ عشان واحدة أفعى زيك لا عندها دم ولا إحساس ولا أهلها عرفوا يربوها إن تعتبر حماتها في مقام أمها. الله عليك يا يما، بس انا عايز اقول لك على حاجه يا يما. القلم ده ضربتك بيه بالفكره الاولانيه، مش الفكره دي لما كانت دي لابسه عبايه صفرا وانت لابسه عبايه، بس كانت نفس العبايه بتاعتك. يا حبيبي هو أنا مخي دفتر، بس أنا حبيت أديها القلم ده وأفوقها لنفسها وأعرفها إيه معنى الحما اللي جايانا مصدية بحتة جلابية. بقول لك يا يما القلم ده كيفني فعلا. انت عرفت تاخدي حقك. عيب عليك يا واد. وما يظبطش الست الا الست اللي زيها. ماشي يا علي. ماشي بيزحف يا بنت. لو لك ده مكسح وعايز يتفسح. بس كده. يلا بقى وريني كده عرض ظهرك كام سنتي. يلا بص لفي وانا اللي افسحك يا علي. تفسحي مين يا بنت؟ تضحك. ما تعرفش اللي جاي مالوش ازاي. عيب عليك يا حبيبي. ده هيحطوها هناك في ساقي ويخليها تلف. لا وبتقول لك ايه، خلي امك تنفعك. كبر دماغك. ده انا هنفعك وانفعك احسن من المصديه دي يا واد. المركب اللي تودي ما تروحش تاني. سامحني ياما على كل اللي عملته معاكي. صراحه يا ضنايا انا اسف. كان قلبي شايل منك قوي. انا كان المفروض حتى لو كنت انت حتى سرقت ما كانش ينفع ان انا اكلمك كده قدام مراتي. وانت يا لانك امي. انت حتى لو سرقت دي فلوسك، ده انت اللي ربيتيني وكبرتيني وعملتيني. سامحني ياما وحقك على راسي. سامحاك يا ضنايا، مفيش ام بتزعل من ابنها. مش هسامح نفسي ولا أبداً. هتغضب عليه في يوم من الايام. سامح نفسي لا يا حبيبي سامح نفسك. تعالي ياما نقعد كده نفرفش شويه وننسى اللي حصل ده. هتجيب عصير مانجا؟ ده انا اجيب لك عينيا. قلبي يا ناس. يلا يا واد. ربنا يخليك ليا يا ست التوت.